ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. الفيديو ده مهم جدا 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 للاعيبة الفانتسي. ليه الفيديو ده مهم؟ بسبب ارتفاع الأسعار اللي احنا شايفينه، وكلنا محتارين نختار مين في تشكيلاتنا. نختار هالاند ولا إيزاك ولا واتكنز، ولا نبدأ في خط النص نهتم بساكا، صلاح، سون، فودن، بالمر، والدفاع طب نجيب جفارديول وترند الكسندر ارنولد وتريبير، ولا نجيب لاعب زي فيس ولاعيبه باسعار قليله حنينه عشان نقدر نغلي في خط النص او الهجوم. بص يا شباب، هو القصه مش انك تجيب مين او ما تجيبش مين. القصه في البدايه لازم انت في الاول تعرف انت هتلعب باي خطه لعب في الفانتزي. يعني ازاي؟ يعني تحدد لنفسك خطة في البداية تلعب بيها. هتلعب بخطة 4-3-3، ولا تحب تلعب بخطة 3-5-2، ولا خطة 5-3-2، ولا 4-4-2، ولا 4-5-1. لازم تعرف الأول أنت عايز تمشي على أي خطة. يعني أنت تفضل يكون عندك اللعيبة البريميوم في الهجوم، ولا اللعيبة دي في خط النص، ولا اللعيبة في الدفاع. لو انت بتفضل ان اللعيبة تكون البريميوم عندك في خط الهجوم، يبقى عليك تهتم بثلاث لعيبة اساسيين: واتكنز، ايزاك، هالاند. طيب لا يا عم، انا بهتمش باللعيبة البريميوم في خط الهجوم ومش عايز خط هجوم كبير كده، انا يكفي اتنين او واحد. يعني ممكن نقول مثلا ايزاك مع هالاند، واتكنز مع ايزاك، واتكنز مع هالاند. كفاية واجيب لاعب كده بسعر 4.5. واحد تاني يقول لك لا، انا مش عايز هجوم خالص، كفايه عندي واحد زي هالاند، واهتم بخط النص اجيب صلاح مع فودن، مع يعني هلعب بطريقه 3-5-2، فلازم يكونوا الخمسه اللي في خط النص بريميوم. واحد تاني يقول لك لا، انا مش عايز كده، انا عايز خطه متوازنه. يعني عندي لعيبه بريميوم في الدفاع، لعيبه بريميوم في خط النص، لعيبه بريميوم في الهجوم. وانا بصراحه مع الراي اللي هو يعني يوزع الميزانيه. يعني بلاش تخلي خط من الثلاث خطوط كل اللعيبه بريميوم والخطين التانيين يعني تعبانين. ده هيأثر عليك في اللعبه. حاول توزع فريقك، توزع خطتك، تعرف انت تبدأ بأي خطة عشان يسهل عليك انك تشتري اللعيبة وتعرف هتجيب مين. طيب، مبدئيا كده خلاص احنا انتهينا من الموضوع ده، ندخل على الموضوع التاني. هنجيب مين بقى عشان يخدم خطتنا؟ شوف، هو انت عندك لعيبة في الفانتزي ملهاش كفر، يعني ملهاش حد بديل. عندك لاعب زي هالاند ملوش بديل. ليه ملوش بديل؟ لان لاعب كل مباراة هيحرز اهداف، هيلعب اول مباراة مع تشيلسي. ناس كتير فاكرة ان هالاند في اول مباراة امام تشيلسي مش هيجيب اهداف. لا، وارد ما يجيبش اهداف، دي حاجة محدش يعرفها غير الله سبحانه وتعالى. بس يعني هالاند مش صعب عليه. انا اتوقع ان هالاند امام تشيلسي هيحرز هدف او اتنين، لان برضو تشيلسي خط دفاعه مش اللي هو خط دفاع تعبان. طيب، يبقى في لاعب رقم واحد هو هالاند ومالوش كفر. يعني ما تقوليش هجيب فودن عشان يغطي مكان هالاند، او هجيب دي بروين، ولا هجيب جفارديول مع فودن عشان يعوضوا هالاند. لا، هالاند مفيش لاعب هيعوضه. طيب، خلاص عرفنا ان هالاند. يبقى انت لو هتختار، اختار ابدأ تشكيلتك كده، حط هالاند في الهجوم. خلاص عرفنا ان هالاند ده كده واحد من ضمن ال 15 لاعب اللي انت هتشتريهم. طيب، خط النص مين اللاعب اللي ما ينفعش ان احنا نستغنى عنه؟ من وجهة نظري انا شايف ان سون. ليه سون؟ سون اول حاجة يعني، خلينا نرجع للمباراة التحضيرية عشان تتأكدوا من الكلام. سون لعب اول مباراة تحضيرية احرز هدف. المباراة التحضيرية التانية احرز هدفين. يعني انت كده لازم تقلق من سون. طيب، سون بيلعب اول حاجة رأس حربة، وهو محطوط في اللعبة خط وسط. يعني سون في مباراة زي امبارح لما احرز هدفين في المباراة الودية، خليك ان هو بيلعب في الفانتزي. طيب، هدفين للاعب خط النص ده 10 نقط، واتنين للمباراة ادي 12 نقطة، وتلاتة طبعا علشان هو هيختاروه طبعا في البونص 3 نقط، كده 15 نقطة. ولو فريقه عمل كلين شيت ادي نقطة كمان، 16 نقطة. 16 نقطة للاعب في أول جولة، وخاصة إنه هيلاعب فريق تعبان ليستر سيتي وبعد كده إيفرتون، يعني الجدول بتاعه كويس. فمن المتوقع إن سون في مكان راس الحربة
هيحرز اهداف كتير. هو لما كان في نص الملعب كان بيحرز اهداف كتير، فما بالك لما هو تحول لرأس حربة والمدرب الجديد مقتنع بيه كرأس حربة. من الواضح كده ان سون هيحرز اهداف كتير في المكان ده. فسون ملوش كفر، ملوش بديل، علشان ما تقوليش نجيب جونسون، ديلوفسكي، مش عارف مين، كل ده ولا هينفع مكان سون. يبقى كده اتفقنا، عندنا سون، هالاند رقم واحد في التشكيلة، سون رقم اتنين في التشكيلة. طيب في لعيبة تاني ينفع مثلا ما نستغناش عنها؟ لا. اي لاعب تاني ينفع نستغنى عنه في كفر. هتقول لي طب وصلاح راح فين؟ ده برضه نفس زي سون وزي هالاند. هو صلاح انا لحد امبارح كنت بقول ان محمد صلاح ملوش كفر، بس بصراحة انا لقيت كفر في وبسعر 5 مليون ونص في ليفربول. عندك إليوت طبعا زي ما احنا عارفين في الموسم اللي فات في نهاية في الفترة اللي اتصاب فيها صلاح وجوتا واغلب اللعيبة بتاعت ليفربول كانت مصابة، نزل إليوت في الموسم ده في الكام مباراة اللي لعبهم، يعني كان بيحرز اهداف واسيستات وكان هو بياخد افضل لاعب في المباراة. فإليوت كان كويس في نهاية الموسم. طيب في المباريات التحضيرية لحد دلوقتي إليوت ما شاء الله عليه، ما شاء الله. المباراة اللي فاتت تقريبا أحرز هدف أو صنع هدف، المباراة اللي بعديها 2 اسيست. الراجل بدأ يعتمد عليه أساسي وبسعر 5.5 مليون. طيب في الحالة دي أنا ليه هجيب صلاح ب12.5 مليون؟ ما أنا ممكن أجيب إليوت ب5.5 ومعاه جوتا، أو مثلا سوبسلاي، او ممكن، بس الافضل هو مع إليوت يا اما جوتا او الكسندر ارنولد، والاتنين كده ب 12 مليون مكان صلاح. يعني انت هتجيب 2 لعيبه مكان لعيب واحد، وفي نفس الوقت ال 12 ونص بتاعت صلاح دي لما هتشيلها من الفريق هتعمل معاك مساحه وتقدر تجيب بيها لعيبه كتير. طيب فكده اصبح عندنا هالاند، سون، نحط معاهم إليوت، وانا افضل الكسندر ارنولد، خاصة لأن جدول ليفربول أول 5 أو 6 مباريات من المتوقع أن ألكسندر أرنولد يعني يكون رقم واحد في المدافعين في عدد النقاط اللي هيحصل عليها. أتوقع في ال5 مباريات أنه ممكن يعدي ال40 نقطة، 45 نقطة، 50 نقطة. أتوقع كل مباراة كلين شيت، أو على الأقل 4 مباريات كلين شيت من ال6 ممكن يحرز هدف، يصنع هدف. خلي أرنولد معاه. طيب خلاص كده في كمان لاعب تاني متألق جدا 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 وبسعر 5.5 مليون، هو ميرفي، جاكوب ميرفي لاعب نيوكاسل. اللاعب ده ب5.5 مليون برضو. المباراة الأولى أحرز هدف، المباراة الأخيرة أحرز هدفين، يعني لعيب متألق أكتر من إيزاك. وإيزاك أيضا متألق لأن إيزاك أحرز هدف في كل مباراة بيلعبها، أحرز هدف. فأنا شايف تجيب إيزاك وميرفي معاك، يبقى من نيوكاسل إيزاك وميرفي. يبقى كده عرفنا ان في الهجوم عندنا هالاند وايزاك، في خط النص سون، إليوت، ميرفي. ادي كده 5 لعيبة، وإليوت في الدفاع ادي كده 6 لعيبة. طبعا لما انت هتجيب لعيبة ب5.5 واساسيين، وعندك شلت صلاح من التشكيلة، اصبح عندك انك تقدر تخلي فريقك كله فريق يعني كويس. فركز ضروري 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 جدا على جاكوب ميرفي وعلى إليوت. الاتنين دول بسعر 5.5 مليون، وأساسيين تقريبا السنة دي، وفي كل مباراة تقريبا هيعملوا حاجة، خاصة إن جدول المباريات بتاعهم يعني كويس. طيب بعد كده انت يكون عندك براح تختار اللعيبة اللي تقدر تختارها. عايز تكتر في الدفاع تجيب جيفارديول، عايز تكتر في خط النص. في كمان لاعب تاني مهم جدا 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 معانا في خط النص، وهو نكونكو المدرب مقتنع بيه جدا، وبيقول لك ان الراجل ده بينفع يلعب في كل الاماكن، وان الراجل ده هو رقم واحد عندي في الفريق. في اول مباراتين لعبوا مره ناحيه الشمال مره ناحيه اليمين، اخر مباراه لعبوا ورا رؤوس الحربه. فهو كده تقريبا مقتنع بنكونكو، بيحاول يجربه في كذا مكان علشان يستفيد بيه اكتر استفاده. فركز على سون، إليوت، يعقوب ميرفي، نكونكو في خط الوسط. ونكونكو هيكون اساسي وهيلعب كل المباريات، وعلى فكره هيحرز اهداف ويصنع اهداف لانه هو لعيب سريع ومهاري. انت بعد كده اختار براحتك. انا هديك تشكيله اللي انا اخترتها، يعني خلينا ان في لعيبه خلاص احنا اتفقنا ان هي لازم تكون موجوده معانا، ولسه برضه في مباريات تحضيرية، في مباريات تانية جاية هتبان معانا أكتر، هتظهر معانا أكتر مين اللي هيكون أساسي، مين اللي هيكون احتياطي، مين اللي هيتألق، مين اللي مش هيتألق. لكن حاليا زي ما بقول لك، هالاند
إيزاك، سون، إليوت، ميرفي، نوكونكو، ألكسندر أرنولد، بيدرو بورو. بيدرو بورو. إياك تسيب بيدرو بورو. بيدرو بورو لعيب خطير، لعيب دايما بيحرز أهداف، لعيب بيعمل أسيستات، لعيب واخد الجبهة اليمين لوحده وبيلعب كل المباريات. كده في حوالي 8 أو 9 لاعبين أساسيين، إحنا خلاص أساسيين عندنا. خلينا نكمل باقي المباريات التحضيرية علشان نكمل ال15 لاعب مع بعض، بحيث من هنا إن شاء الله لحد بداية الفانتزي يكون عندنا فريق مثالي أو أقرب للمثالية شوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.